السلام عليكم اخوان، في واحد الفيديو جديد. كتصوروا عرفتي من بويا وانا كنفيلمي في هذا الفيديو النيت، انا كنعاود فيه كاع طاح في الظلمه. بنقولوا انا كنفيلمي ملي جيت نقلب الكاميرا لقيتو تسجل لي بسلو موشن. المهم اخوان اللي عنده سيم ان اش تي او لا بايكر او لا اي موتور فيه شومبرير يعني وبغى يسافر به يضرب به طريق طويله وخايف طرا ليه مثلا شي حاجه، انا كنوصيكم عندك تقريبا واحد 5 الحوايج خاص ضروري ومؤكد يكونوا عندك. المهم اول حاجه الاخوان خاصكم غونفلور. الغونفلور كنت شفتو بشي 200 وشي حاجه، شحال هادي تقريبا هذا 4 العام. منه كتشارجي منه التليفون ديالك، منه باور بانك، ومنه راه فيه فلاشر. المهم اول حاجه. ثاني حاجه عندك لي ديمونط بنو اللي هما هادو ضروري خصو يكونوا عندكم. على هادشي الا ما كنتيش داير نتايا تيوب بليس غتاخد ديك بحال الشكل ديال الفيسو كدير فيها الفتيله. ما عندكش خاصك ضروري ما تاخد لي ديمونط بنو باش تحيد البنو من الرويده، وباش تحيد البنو من الرويده ضروري خص يكون عندك عاوتاني كلامونيط. هذا ضروري خصو يكون عندك. يعني تقريبا هاد 3 الحوايج اللي وريتكم دابا خاص ضروري يكون عندكم. ورابع حاجه اللي ما خاصكمش نهائيا تنساو عليها اللي ديما انا كنهزها، عندك الطرف ديال القاع يتحرش، وهذا عندك بياسات دايرين بحال هادو ضروري خصهم يكونوا عندكم. والسيليسيون حتى هو فين هو، والسيليسيون حتى هو ضروري خاصو يكون عندكم. اما بالنسبه لي ديمونط بنو ضروري خاصو يكون عندكم. هذه منها تاهي دفاع عن النفس في اطار الضحك وصافي. الا جاك تلقى لك شي واحد تكون هذا حاطو بحداك كنضحكوا الدراري. anyway المهم هاد الحوايج ضروري ومؤكد يكونوا عندك. مثلا في الموتور الا كدير في الموتور تقريبا درت به 1800 كيلومتر، مشيت به من الدار البيضاء مكناس فاس الحسيمه وتساليت الانحاء ديال الحسيمه، ومن الحسيمه طلعت بها عاوتاني حتى للجبهه، ومن الجبهه طلعت للواد القنار، ومن الواد القنار مشيت لتطوان طنجه العرائش كازابلانكا. يعني تقريبا هاد الطراجي درتو في واحد سيمانه ولا 8 ايام تقريبا. درت الطراجي كل بلاصه كنبقى فيها 3 ايام يومين 3 ايام يومين. المهم راه كاين الفيديوهات راه ديجا انا حاطهم في لاشين ديالي. مرحبا بكم. واللي عنده شي استفسار على الموتور، اللي عنده شي استفسار كيفاش تحيد الرويده اولا كيفاش تحيد البنو وتقاد البياسه ولا شي حاجه، مرحبا به يجي عندي نوريه ولا كاع نصايب واحد فيديو اخر. كما قلت لكم. والموتور كيفاش درت فيه لي كراش بار، والموتور درت فيه لي سيكان ديال لاطيرو. وخا متقل كلا ليا الموتور تقريبا كلا ليا واحد 600 درهم. يعني 600 درهم فيها يعني من الدار البيضاء من كازا من هنايا حتى الحسيمه كما قلت لكم، من كازا حتى كازا الحسيمه طنجه كازا كلا ليا تقريبا توتال كامل كلا ليا 600 درهم. راه عرفتي راه متقل على الموتور بالمياه. ثالث حاجه اولا سادس حاجه نسيتها ما قلتهاش لكم، انا يلا ذكرتها دابا وما وقعش لك كما وقع عليا بحال هذا الفيديو هذا اللي هنا. كنت فورسيت شويه على الموتور ونشفات ليا القرعه ديال لونتيجير، نشفات ليا ما بقاش فيها حس لونتيجير، شعلت ليا البوره ديال السخونيه او طفى ليا الموتور. هذا كان واحد المشكل وقع ليا وواحد السيد الله يرحم لي الوالدين من هذا المنبر هذا واللي مسكين جاب لي واحد القرعه كتصور عرفتي في الجبل ما عارفش تما. يلا فت واحد الفيلاج تقريبا مشيت 3 كيلومتر صافي وسكت ليا الموتور تما. كاين عاد السيد لقيتو جاي من يعني من الفوق هابط، يعني كاين غير الهبطه اغلبيه كيسكت الموتور. مسكين هبط حتى الفيلاج جاب لي قرعه ديال لونتيجيل ايطرو، خليت الموتور تبرد ليا وعمرت الرادياتور وعمرت القرعه. ريحت واحد تقريبا واحد 2 سوايع من تما عاد تقلعت. المهم هذا ما كاين في هذا الفيديو الاخوان.
كما قلت لكم لا عنده شي استفسار لهذا الموتور هذا اناشتي بايكر، يعني اي موتور فيه سومبرير مرحبا، دخل عندنا لاشين او لا صيفط ليا في الانستغرام ومرحبا بك. ما تنساوش تدعمونا بواحد لايك، كومنت، سبسكرايبي وبارطاجي هذا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم والاخوان. السلام عليكم، نتلاقاو في فيديو جديد.